بعد ما نزلت فيديوهين من فيديوهات جوائز السنة اللي هم أفضل ديسات في 2025 وأسوأ تراكات في 2025، النهاردة هنتكلم عن أفضل ألبومات في 2025، النسخة التانية لجائزة أفضل ألبومات اللي كانت نزلت أول مرة في 2024 على نفس القناة هنا. لكن أفضل تراكات وأفضل رابرز اللي هم بقالهم معانا من 2021 بينزلوا على ام اي راب، برضه هينزلوا على ام اي راب السنة دي. فاعمل لايك سبسكرايب وفعل زر الجرس هنا، واعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس على ام اي راب عشان تكون جاهز لما الفيديوهين دول ينزلوا على ام اي راب. وقول لي في الكومنتات من رأيك ايه التراكات اللي ما ينفعش ما تكونش موجودة في فيديو جوائز السنة، ومين احسن رابرز بالنسبة لك السنة دي. ويلا بقى نبدأ. طيب السنة دي كانت أكتر سنة فيها صدمات بالنسبة لي، سواء مع رابرز أو حتى مع الفانز نفسهم. دي أكتر سنة تقريبا معظم الفانز هاجموني، ده بسبب سلسلة أسوأ تراكات اللي كنت بنزلها، أو بسبب إن آرائي بقت حادة، أو إن الراب فعلا في النازل فأنت بتضطر تهاجم التراكات فالفانز بيزعلوا. فأيا كان أنا حابب إن كل ده خلاص يتنسي مع بداية فيديوهات جوائز السنة اللي احنا متعودين عليها، سواء أفضل ألبومات النهاردة أو أفضل تراكات بعد كده أو أفضل رابرز، لأن دول أكتر فيديوهات ببقى مهتم إن أنا أكون محايد فيهم. فخلاص ابيدو الشرير اللي كان بيقعد يشتم الناس مش موجود دلوقتي، ابيدو بيحاول يراضي الناس كلها. وعشان كده فيديو النهارده مش هيكون اقوى البومات كراب او كفنيات راب، لا فيديو النهارده هيكون اروق البومات، اجمد البومات كمزيكا عموما. والمره دي مش هيبقى زي اسوأ تراكات الموضوع بس حسب اختياري الشخصي وذوقي والكلام ده، لا ذوقي هيفرق الصراحه، بس هي مش اهم عامل، هي عامل من ضمن عوامل كتير جدا، لدرجه ان في البومات معانا النهارده انا شايف انها وحشه جدا لكنها موجوده لانها حسب المعايير اللي انا اخترت بيها الالبومات هي تستحق تكون موجوده. والعكس في البومات جامده جدا ومش موجوده، بس صدقوني الموضوع مش بايدي. قبل ما نبدا القائمه بتاعت النهارده واللي فيها 10 البومات، هنبدا بجدير بالذكر واللي فيها 5 البومات كان ممكن يكونوا موجودين معانا لكن هم مش موجودين معانا، وهقول لك كل البوم فيهم مش موجود ليه. يعني اول البوم مش موجود معانا وكان ممكن يكون موجود معانا، لان لو انت مش عارف فانا اكيد ما بجيبش 10 البومات وبرتبهم، لا انا بجيب بتاع 30 البوم مثلا وبقعد بقى اختار ما بينهم ايه اللي هيكون موجود وايه اللي مش هيكون موجود. وجيت بقى في الاخر في 5 البومات لقيت انهم مش هينفع يكونوا موجودين معانا في القائمه لان خلاص ال10 كملوا. فبقول لك ان الالبومات دي كانوا من اجمد الالبومات لكنهم بره القائمه السنه دي لاسباب مختلفه، زي مثلا مافيا لموسى سام. مش هقول لك كان اي في جامد ولا حاجه، لكن كان في تراك كان مخليه مصمم مخليه موجود في القائمه النهارده، لكن خلاص يعني ال10 البومات الموجودين اقوى بكتير ففعلا هو ما يستحقش يكون موجود. البوم المقابله لحسين برضو البوم جامد، لكن برضو للامانه ما يستحقش يكون موجود معانا في التوب 10. ده ما يمنعش ان هو جامد لكن مش للدرجه، فاهم حاجه. البوم واحد لفليكس، وصدفه والله ان حسين وفليكس جايين ورا بعض. البوم فيه تراكين 3 جامدين لكن باقي الالبوم وحش الصراحه بامانه يعني، او مش حته وحش يعني بس حشو، فاهم، وجودهم مش فارق يعني، فاهم. وكمزيكا ما كانش في حاجه جديده قوي او حاجه مميزه، فاهم، ولا تنوع ولا تجديد، العادي بتاع فليكس يعني. فهم 10 تراكات مفهومش غير فيت واحد بس مع زياد زازا، ولغايه دلوقتي نزل لهم 3 كليبات. فكنت شايف الصراحه ان هو ممكن يكون موجود معانا في التوب 10، لكن لا، اللي في التوب 10 كلهم اجمد. اما بقى الالبومين اللي كانوا ممكن يكونوا موجودين في التوب 10، ومش قصه بقى اللي في التوب 10 اجمد ولا حاجه، لكن قصه ان هم الرابرز عندهم البومات موجوده في التوب 10. يعني اول البوم معانا هو مش جرينت البار، ده ابي يوسف، واللي مش موجود لان كده ابي يوسف ليه البوم تاني وما ينفعش رابر يبقى له اكتر من البوم عشان يبقى في تنوع في القايمه. فمش جرينت البار سواء جامد او مش جامد مش هيبقى موجود معانا لان خلاص هو مش اجمد البوم لابي يوسف السنه دي. تفهم من كده ايه؟ تفهم ان في البوم من البومات ويجز مش هيكون موجود معانا. طبعا كده جدول ضرب مش موجود. بس الالبوم كمان اللي مش هيكون موجود لويجز معانا النهارده هو عارب سايد بي، واللي حاسس ان هو لسه ما خدش وقته، فعشان كده خد وقته وخلاص اختبرناه وشايفين ان هو جامد وشايفين ان هو لازم يكون موجود معانا في فيديو النهارده. وعارب سايد بي سواء هو اجمد من باقي القايمه او لا هو مش هيكون موجود لان ويجز ليه البوم تاني. فعامه هم دول ال5 البومات اللي مش موجودين في القايمه النهارده. نروح بقى لل10 الموجودين في القايمه. لا تخون يا زميلي المركز العاشر اي بي اشاعات لخالد روسيا. 4 تراكات مختلفين عن اي حاجه نزلت في الراب سين بجد، رغم ان اللي متابعني هيبقى عارف ان ده مش ذوقي او اللون ده مش من الالوان المفضله بالنسبه لي، لكنه جامد قوي بصراحه. البرودكشن عالي قوي واداء خالد روسيا في الاي بي ده مفاجئ بصراحه بالنسبه لي، ورغم ان كنت مخطط ان هو يكون موجود في جدير بالذكر بحكم ان هو اندر ريتد وكده، لكن لا بصراحه لازم يكون موجود في التوب 10 حتى لو مركز عاشر، بس ما ينفعش يكون بره القايمه. كليب عالي قوي ومتعوب عليه، وبجد انا بحترم قوي اي حد بيعمل حاجه لاجل ان هي جامده، لاجل ان هو عايز يعمل ده. مش مهم تودي مع الناس ولا لا، مش مهم تفايرل ولا لا، المهم ان هو بيعمل حاجه صح، بيعمل حاجه بضمير من الاخر. بالنهب ولا بخبي عيوب ولا بخبي النب ولا بشوف ابطال ولا بشوف احزاب.
الليركس رغم انها مش عنصر مهم في النوعيه دي من التراكات لكنها كويسه، يعني ده اللي فاجئني برضو ان الليركس نوعا ما جامده. ما كنتش متوقع صراحه ان كلماتها هتبقى في الليفل ده، متوقع انها تكون اقل بكتير، فدي حاجه برضو احترمها جدا ان هو ما اهملش الكتابه، وزي ما اهتم بالبرودكشن يهتم برضو بانه يكتب حاجه جامده. وانا 12 سنه ابويا قال لي لما تكبر نفسك تبقى ايه، قلت له اطير اروح القمر اشفي جروح البشر اكبر. في المركز التاسع اي بي صياد لارسنك. ارسنك من الناس القليله اللي بتعرف تعمل ميكس ما بين الراب والغنى، يعني هو صوته حلو كغنى ورابر جامد. ده من ناحيه ادائه هو، ومن ناحيه المزيكا التراكات اللي في الالبوم ده من اجمد الحاجات اللي سمعتها السنه دي كمزيكا. ومن ناحيه الكتابه بقى هو من القليلين اللي بيعرف يعمل فنيات في الليركس وسكيلز راب قويه، وفي نفس الوقت بيقول كلام هادف وستوري تيلينج كمان. وجنب ده وده بيعمل استعراض وبيسرسك في الكلام، ميكس مستحيل تلاقيه عند اي حد غير ارسنك، وحتى لو لقيته مش هتلاقيه بالاتقان ده. الالبوم فيه فيت وحيد وهو فيت مع زيد خالد، وتقريبا التراك ده اصلا فايرال بس مش جايب فيوز على اليوتيوب قوي. المزيكا فيها شغل عالي قوي ومميز، وطبيعي لان الالبوم ده اشتغل عليه 6 بروديوسرز رغم ان هو اصلا ما فيهوش غير 5 تراكات. يعني مش هتعمل وانساهم، ربيت في كلاب ما بتشكرنيش والشيطان المركز تعمل البوم بره البيت لبجد اسامه. بجد تطور مرعب في المستوى بجد، اللي هو جامد من زمان كده يعني، وارجع لفيديوهات جوائز السنه اللي فاتت. لكن رغم كده هو اتطور اكتر السنه دي، وده اللي قدر يخليه يوصل لقاعده جماهيريه ما كانتش موجوده من سنه مثلا. ورغم انها مش كبيره لكن هو قدر يوصل لفئه قدرت بجد تراكاته لدرجه ان هو بقى من التوب بالنسبه لهم، وفعلا هو من التوب يعني كده. اما مش عيب لو راجل وابكي، عايز اشكي من شيء معرفش تشخيص. الالبوم ده من الالبومات القليله السنه دي اللي كل تراك فيه اجمد من التاني. التراكات اللي فيه كلها جامده، مفيش تراك فيه واقع او مفيش تراك فيه وحش او مفيش تراك فيه تحس ان هو حشو او زيادة عدو خلاص. في البومات اصلا موجوده في التوب 10 وفيها حشو، لكن الالبوم ده ما فيهوش حشو، او على الاقل انا شايف كده يعني. عشان تعيشوا سوا لو شفتوني غير مالك بقولوا على. في المركز السابع ديلوكس انتفاضه لإلموند او مهاب او موند يعني ايا كان. ورغم ان هم يعتبروا 3 تراكات بس، لكن بجد هم امتداد للعظمه اللي حصلت في ألبوم انتفاضه، وبيظهروا مدى تطور مهاب اللي بيفرق سنه عن سنه، واللي بجد بيعكس المستوى اللي وصل له مهاب في الفتره الاخيره. ده غير ان في حاجه بتميز الالبوم ده عموما، وهي الهويه. دي حاجه قليله لما بتلاقيها عموما في الراب المصري حد يهتم اصلا بيها، لكن مهاب بجد ظابطها قوي في الشخصيه الجديده. وده مش بس بنشوفه في اللون الاسود الطاغي على التراكات اللي بتنزل سواء كليبات او ارت ورك للتراكات، لا كمان احنا بنشوفه في الجو بتاع كل تراك نفسه. رغم التنوع يعني وش مختلف خالص عن التراكين التانيين، لكن رغم كده انت مش ملاحظ الفرق ده قوي. لوحدي على الطريق. ونروح المركز السادس واي بي مروان بابلو انحراف. وجوده في المركز السادس يمكن لان ما حسيتش ان الالبوم نفسه كالبوم ينفع يكون في مركز اعلى من كده، وده لان تقييم الالبوم نفسه غير تقييم كل تراك على حده، فاهم يعني؟ لما نيجي نتكلم عن كل تراك لوحده غير لما نتكلم عن الالبوم ككل. في عوامل كتير بتفرق زي الهوايه اللي كنت لسه بتكلم عنها، زي الترابط اللي بين التراكات، زي عدد التراكات، واللي برضو لما يكون البوم طويل غير لما يكون اي بي. بس يعني ايا كان الترتيب مش مهم. الاي بي ده بجد مش عايز اقول جامد ولا مش جامد لان بالنسبه لي في حاجات جامده وفي حاجات مش جامده، في تراكات جامده وتراكات مش جامده، ومش حابب احرق لان الجامد هيكون موجود معانا في فيديو اقوى 25 تراك. بس عامه انا زعلان من مروان بابلو حته ان هو اكتفى بس بالاي بي ده السنه دي، ما نزلش حاجه غيره، فده مأثر حتى على رؤيتي للاي بي نفسه، ان انا شايفه مش جامد للدرجه اللي تخليه يكتفي بيه يعني، فاهم؟ بالعكس هو كان لازم ينزل حاجه تانية تبقى مختلفه شويه. صعب نسيب اللي فيك عشان شويه ترندات. هنرجع احمد القديم، هنرجع احمد القديم. في المركز الخامس اي بي فور ريل لعفروتو. تحس ان عفروتو فتح لنا قلبه جامد حرفيا، تحس لان الالبوم كلامه مؤثر قوي، كلامه فاهم بيلمسك، عشان كده بقول لك تحس الالبوم، تحس من جواك بجد. اسمع على مسمى حرفيا فور ريل. عفروتو فعلا ابدع في الالبوم ده من ناحيه الفلوهات، من ناحيه المزيكا، من ناحيه الكلمات السوداويه قوي دي. وعجبني قوي بقى التناغم والترابط ما بين الخمس تراكات اللي بجد انا عمري ما حفظت هو مين فيهم اسمه ايه، فاهم؟ التراكات كلها شبه بعض، وده المطلوب في اي اي بي، ان يبقى في ترابط ما بين التراكات فعلا تكون نفس الجو ونفس الحته كلها، مش كل تراك في حته فتنزل بقى كل تراك لوحده احسن. لكن لا، هنا اي بي حرفيا مثالي حتى في الارت وورك، يعني الارت وورك بتاع التراكات جامد وبيعبر جدا عن اللي في التراكات. وديوني وفي تبيع البفه وتجيع كلها بالصنعه ما كانش المزيكا. في المركز الرابع ألبوم عارب لويجز، أول ألبوم طويل في تاريخ ويجز موجود معانا في المركز الرابع، رغم إن هو بجد في تراكات جامدة جدا،
في تراكين 3 ما عجبونيش او 4 5، لكن بجد يعني اتكلم كمزيكا هو جامد قوي. ومن اجمد الحاجات في الالبوم ده فكرته نفسه، دي اكتر ميزه بتميز الالبوم. وخلي بالك كل ما تبقى فكره الالبوم نفسها جامده كل ده ما ده يزود من تصنيف الالبوم في القائمه دي. لان زي ما قلت لو الالبوم ملوش فكره او التراكات مش مترابطه يبقى مفيش هدف اصلا من كونه البوم، فاهم؟ انت كده مجمع تراكات، فاهم؟ الاحسن تنزلهم بقى سناجل. لكن لا، الالبوم ده فكره عقارب، وان كل تراك بيعبر عن ساعه او وقت في اليوم ومود معين، وده بيبرر لك التنوع اللي في التراكات وبيمنطقوا رغم ان هم البوم واحد. لكن بجد هو حاجه احترافيه جدا. واعتقد انا اتكلمت عن الالبوم كله فمش محتاج ان اتكلم عنه تاني، فخلينا نروح للالبوم اللي بعده وهو البوم بجد ليجاسي. هاتلي طابعه محتاج اطبعها، الست اصفار وفوقك من الاصحاب محدش ضحى. انا عامه مقتنع ان ليجاسي من اجمد الفنانين اللي عدوا على تاريخ مصر الموسيقي. بجد فنان مناسب لكل الفئات ومناسب لكل الاوقات حرفيا. يعني بصراحه في رابرز كتير لما اغانيهم بتشتغل في التلفزيون او بتشتغل مثلا في مكان عام وتلاقي ناس مش فاهمه راب بتقعد تقول لك هو ده الراب او هم دول بقى الرابرز اللي انتوا عارفيننا بيهم. في رابرز عموما لما بيشتغلوا بتحس ان هم بيعروك، فاهم؟ قد تكون تركاتهم دي جامده لمود معين او جامده ومناسبه لفئه معينه، لكن الناس تشتغل مثلا في التلفزيون في اعلانات او ترات تحسش انها مناسبه، فاهم؟ لكل الناس. لكن بجد ليجاسي من نوعيه الرابرز اللي يشرفوك وهم شغالين كده، فاهم؟ راجل رايق. والسنه دي كانت بقى ايه البيك بتاعت ليجاسي او من احسن السنين لليجاسي على الاقل. مش بتكلم كارقام وكفايراله والكلام ده، لكن كتطور موسيقي. اصل خلي بالك لما اقول لك ان واحد معظم تراكاته موديه في حته واحده اللي هي الكآبه والحزن والكلام ده، يفضل يعمل نفس النوعيه دي وفي نفس الوقت كل تراك جديد يبقى جامد ويمكن اجمد من اللي قبله، دي حاجه صعبه جدا جدا. يعني ما شاء الله غزاره انتاج وفي نفس الوقت قادر ان هو يفضل محافظ على مستواه وكمان يطور مستواه. لكن الالبوم ده اصلا كان مختلف عن باقي التراكات اللي ليجاسي عملها من اول ما بدا تقريبا. يعني الالبوم مختلف جدا، مفيش تراك فيه شبه تراك تاني ليجاسي. الشهرة عشان شفتها بتغير في الناس، لكن هنا في دولاب وكل واحد شخصيته في اللي بيلبسه. تراكات ماشيه مع ترند السرعه. اطول تراك موجود في الالبوم 3 دقايق والافريج اصلا حوالي دقيقه ونص لكل تراك. الفيجواليزر جامد قوي. انا اصلا بحب ان التراكات تكون فيجواليزر حاجه سهله وبسيطه، مش شرط تعمل كليب، وفي نفس الوقت احسن من الارت وورك. كتابه عظيمه قوي بقى بجد. ومش عايز احرق عموما لان هيبقى في تراكات من الالبوم ده باقوا 25 تراك، لكن حتى كراب الالبوم ده جامد فعلا، يستحق يمكن ان هو يكون احسن البوم السنه دي يعني. بس للاسف في البومين جامدين قوي هما اللي خلوه مش موجود، فده اللي خلانا نروح للمركز الثاني وهو البوم ابيوسف جنينة البقر. كدبون خبنا في كدبه صدرات بقبض اخبط واكتب له اقدر اقرا عينكم بقرا فاستنطح وافقدكم. زي ما قلت على الالبوم عارب ان الفكره من اكتر الحاجات اللي بتساعد في تصنيف الالبوم في مركز عالي. فالالبوم ده ليه فيلم ابيوسف منزله قبل ما ينزل الالبوم عشان يشرح لك الالبوم، بس انا مش فاهم حاجه عامه لان الفيلم ده مش سهل مش بسيط، لكن هو عايشك في الجو بتاع الالبوم عموما. بقاله من اول السنه اصلا بيسوق الالبوم وبعد كده مهد لك ليه فيلم دخلك في اجواء الالبوم قبل ما الالبوم ينزل اساسا. بشكل او باخر التراكات كلها بتكون لك قصه مع بعض. للامانه الالبوم كان فيه تراكين او 3 مخيشين مش هكذب، لكن اكتر من نص الالبوم كانت تراكات جامده قوي. ده ناهيك طبعا ان هو اقوى البوم كراب السنه دي. احنا لو اتكلم كفنيات راب الالبوم ده الوحيد اصلا اللي فيه فنيات راب في القائمه كلها. وبرضو اتكلمت عن الالبوم ده في فيديو كامل فمش محتاج ان انا اتكلم عنه تاني، فخلينا نروح للالبوم اللي بعده في المركز الاول وهو طبعا الرجل الذي فقد قلبه لمروان موسى. الصوره مقسومه نصين بالظبط، فحاولت اوزنها مشيت على الخط خلاص فرهدت. حرفيا ألبوم متكامل. كلمة متكامل هنا مش معناها ان هو اعظم ألبوم في التاريخ، لكن اكتر ألبوم شامل شفته في تاريخ الراب المصري تقريبا. شامل ازاي؟ شامل ان هو لو من ناحية الفكرة فهو في فكرة مراحل الحزن، ان في 5 جلسات، ألبوم 24 تراك ولا 23 مش فاكر، والمجهود اللي اتحط في الألبوم ده بقاله اكتر من سنة بيتعمل. عدد التراكات اللي بيخلي الألبوم ده قوي جدا وغني بتنوع رهيب رغم ان كله حزين. يعني الالبوم كله حزين كان عن مراحل الحزن فمنطقي ان يكون كله حزين، بس هو عبقري. البوم عبقري بجد. برضو في نقطه ضعف اللي لسه قايل انها نقطه قوه عدد التراكات الكبير، لكن ده برضو خلى ان في تراكات مستواها ضعيف، لكن ده ما يقللش ابدا من مدى عظمه الالبوم ده. في حاجه برضو عامل مهم جدا ما قلتش عليه من اول الفيديو لكن هو موجود في كل الالبومات دي،
وكان سبب ان الالبومات تكون في مراكز عاليه والالبومات في مراكز اقل هو التاثير غير الفيراله. في فرق ان الالبوم يفايرال ويجيب فيوز وان هو يكون مؤثر. يعني مفيش اي البوم نزل تقريبا في ال5 سنين اللي فاتوا عمل تاثير قد الالبوم ده. ما اعتقدش صراحه ان في البوم تاني كان مؤثر للدرجه دي، او مش فاكر يعني. على الاقل خلينا السنه دي مفيش البوم كان مؤثر للدرجه دي. يعني مؤثر يعني تراكات تفضل على الريبيت، مش انها بس تجيب فيوز وبعد كده خلاص تتنسي. الناس نفسها تتاثر بيه، الناس نفسها تتكلم عنه. انا بلعب على تشيز.com عادي الاقي الناس حاطه صوره الالبوم ده، في ناس معايا في الجامعه لقيتهم حاطين صوره الالبوم ده بروفايل، فاهم؟ فايه الناس دي بتسمع راب اصلا؟ فلا هم ما بيسمعوش راب، بس الالبوم فعلا مؤثر جدا. انا بكلمك عن الناس ليه؟ لان هو مؤثر بالنسبه لي برضه، لكن انا مش عايز بس ان انا اختار من رايي الشخصي بس. فما علينا يعني، انا عملت فيديوهين اصلا عن الالبوم ده، اتكلمت بتاع ساعه عن الالبوم فكفايه وكده. ده غير ان ده تقريبا اكتر البوم طلع هيتات السنه دي. اتكلم عن كلميني بالليل، فواتير العتاب، بص كبير جاب فيوز بس مش هيت مؤثر زي ما كنت لسه بقول. فما علينا، ده كان فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس على انستغرام وده تفعل الفيديو. قول لي في الكومنتات مين اقوى رابرز بالنسبه لك، وايه اقوى تراكات او تراكات لازم تكون موجوده يعني في اقوى تراكات. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.